السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل طهي السبانخ. عندي كيلو سبانخ غسلته ونضفته، وبيحتاج حزمة خضرة غسلتها ونضفتها. بعد كده اما اجي اقطعها بقطع السيقان ماخدهاش، وباخد الورق بالنسبة للسبانخ وبالنسبة للخضرة. وعندي نفس الشيء نص كوباية شعرية محمراها. التخديعة عندي طماطم وبصل وفصين توم وبنجر وفلفل اخضر وفلفل احمر. فصين توم بالعدد لاني هعمل طشة وهحتاج ان انا هيبقى عندي توم عشان التوم ما يبقاش كتير، وطبعا فيه البنجر. البهارات عندي طبعا عندي ملح وفلفل وجنزبيل وبابريكا وكزبرة ومعلقة صغيرة سكر عشان الحموضة. هنشوف هنعمل التخديعة ازاي. حطيت البصل والطماطم في الخلاط، بعمل طبعا الحاجة نية في نية عشان الصحة، وبضيف الملح والسكر، سكر طبعا عشان الحموضة. حطيت الملح والسكر وبحط نص كوباية مية عشان الخلاط، وسبت بقية البهارات عندي طبعا هعملها احطها مع الطشة بتاعة التوم. هطبخ دلوقتي السبانخ. بجيب نص معلقة مادة دهنية واحطها تسيح. فحطيت الطماطم اللي في الخلاط. بعد كده بحط السبانخ اللي بقطعها هي والخضرة بدون ما الطماطم تتسبك، هي تتسبك ويستووا مع بعض. استوت السبانخ بالشكل ده، خدت لها غلوتين. وعندي الشعرية المحمرة بحطها تاخد لها غلوتين واغطي عليها تستوي بالبخار. لعمل الطشة جبت نص معلقة مادة دهنية تسيح، وبعد كده احط نص معلقة توم تتحمر. التومة بعد ما اصفرت بالشكل ده بحط البهارات تتحمص فيها ونشم ريحة البهارات، وبعدين نحطها على السبانخ. تتحط الطشة على وش السبانخ بالشكل ده. وكده طريقتي في طهي السبانخ جميلة جدا. في ناس بتحط رز او بتحط شعرية متحمرهاش بتبقى بيضة وشكلها مش كويس، لكن طريقتي في ان انا احمر الشعرية طريقة كويسة، والطشة الاخرانية ديت بتخلي السبانخ جميلة جدا جدا. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.